تعالوا نشوف استقبال الجمهور المصري. والكابتن بنا خليك معايا يا كابتن بنا، تعالوا نشوف استقبال الجمهور المصري للاعيبه منتخبنا الوطني. ما شاء الله. سمعونا. يا جماعه والله العظيم ما حد هيختلف على اللي انا قلته، والله انا حاسس بالناس. ما احنا شعب ذكي وشعب عظيم، والتحيه اللي حاصله للناس ديت ولاعيبه منتخبنا وابطالنا دي تحيه طبيعيه جدا جدا، عشان احنا فاهمين كويس وعارفين ان احنا عندنا لعيبه رجاله عملت اللي عليها. ارفع راسك يا محمد، ارفع راسك يا مهند، ارفعوا راسكم، ارفع راسك يا مصطفى يا ياسر. عملتوا افضل حاجه واحنا فخورين بيكم وزعلانين على زعلكم. والله لو زعلانين نبقى زعلانين على زعلكم، انما كل واحد فيكم قدم افضل ما عنده وفخورين بيكم جدا جدا جدا. وانا مبسوط قوي قوي من المصريين اللي موجودين حوالين فندق الاقامه دي. منذ لحظات كانت جماهير مصر كلها في استقبال منتخبنا الوطني ولاعيبه منتخب مصر. وعظيم جدا ان محمد صلاح ولاعيبه المنتخب ينزلوا ويشوفوا حب الناس ويعرفوا الناس قد ايه دلوقتي واثقه وقد ايه دلوقتي حابه وقد ايه دلوقتي شايفه اللي قدموه. وهي دي الكوره يا جماعه. هتحارب عشاني هحارب عشانك، هتموت نفسك في الملعب هموت نفسي معاك، هتعمل ال100% هطلع واشكرك، بس مش اكتر ولا اقل. يعني هي دي الكوره يا جماعه، مش حاجه ثانيه. هم علمونا كده، هتعمل 100% هطلع اشيلك فوق دماغي. هتحارب انا جاي معاك. لكن كل السنين اللي فاتت ديت عشان تبقوا فاهمين، لا احنا شعب جامد يا جماعه وبيفهم كويس قوي قوي قوي، ومحدش يبقى يكبرها علينا. يعني محدش يكبرها علينا. لما نيجي نقول ان احنا وحشين ما تكبروهاش علينا يا جماعه وتقولوا ان احنا مش فاهمين. لا احنا فاهمين، عشان احنا لو مش فاهمين ما كنتوش شفتوا كده. احنا فاهمين وفاهمين كويس، ما كنتش هتلاقوا الاستقبال ده. طيب